أما النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي فقال لبين سبورتس إن فوز فريقه على مانشستر سيتي في آخر مواجهتين لا يعني أن المهمة ستكون أسهل عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع الفريقين في بورتو البرتغالية، مؤكدا اختلاف ذات الأذنين عن أي بطولة أخرى. نعرف مانشستر سيتي وقد واجهناهم مرتين في آخر 5 أسابيع. إنهم فريق يجيد التحكم بالكرة، ووفقا لخبراتي فإن أي فريق يجيد امتلاك الكرة يترك مساحات خلفه عندما يفقدها، وبالنسبة لنا ستكون تلك اللحظات هي الأهم بالنسبة لنا للهجوم، وأعتقد أن هذا سيكون مفتاح مباراة السبت. معرفتنا بمانشستر سيتي وفوزنا عليهم في آخر مواجهتين لا يعني أنهم سيكونون فريقا أسهل في هذا النهائي، لأن نهائي دوري أبطال أوروبا يختلف تماما عن كأس الاتحاد الإنجليزي أو مباراة في البريمير ليج، لكننا مستعدون للمباراة. في تصريح خاص لبين سبورتس قال الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي إن ضمان فريقه اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد إنهائه موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع خفف الضغط على لاعبيه نسبيا، مؤكدا أن التفاصيل الصغيرة ستحسم نهائي دوري الأبطال. لا أعتقد أن نتائج المواجهات الأخيرة بيننا هي التي ستحفزنا، فالمواجهة المقبلة ستكون على البطولة الأهم، ونحن سنسعى في بورتو للفوز بها، وبالتأكيد السيتي يفكر بالطريقة نفسها، وأي مواجهة من مباراة واحدة تحسم بالتفاصيل والتوفيق ومدى التألق يومها، وكلا الفريقين سيسعيان لاقتناص الكأس وهذا أمر مؤكد. من يخوض نهائي دوري الأبطال أعتقد أنه لا يفكر في شيء غيره ولا ينشغل سوى بالكأس. لا تفكر مثلا في أنك أنهيت الموسم خامسا وتحتاج للفوز للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، لكن الضوضاء المحيطة بالأمر قد خفتت بعدما أنهينا الموسم في المركز الرابع، وذلك أمر جيد، فلا أحد يسألنا عن المشاركة في البطولة الموسم المقبل بعد أن ضمناها بالفعل، وذلك أمر جيد.